مساء الخير، معاكم دكتورة نهى الأدهم، أخصائي جلدية والتجميل والليزر من عيادات ديرما ألين. حابة النهارده أكلمكم عن الفيلر. الفيلر زي ما احنا عارفين هو عبارة عن هيالورونيك أسيد بنحقنه في أماكن معينة في وشنا عشان نعالج بيه مشاكل معينة زي إن احنا يحصل لنا سيجنج مع تقدم، نعالج بيه خطوط الابتسامة. ممكن إن احنا نعمل بيه فيلنج للأماكن اللي محتاجة فوليوم، أو لو مثلا حسينا جامد في الوزن ووشنا رفع نقدر نعمل بيه فوليوم خدود، أو لأي مكان نقص فيه الدهون. إيه المشاكل اللي ممكن تحصل من الفيلر؟ الفيلر طبعا لو حققنا الماتيريال كويسة والدكتور حقنها صح اكيد مش هيحصل فيها ان شاء الله اي مشاكل. طيب في سؤال دايما بنتساله، لو احنا حققنا فيلر وبعد ما حققنا والايفكت بتاعه راح، الوش بيرجع اسوأ من الاول او بيحصل فيه تهدل؟ لا مش صح خالص. لما الايفكت بتاع الفيلر بيروح بنرجع زي الاول، او لو احنا بنحافظ على بشرتنا دايما نشرب ميه كتير وعايشين حياه صحيه اكتر اكيد هنبقى احسن من الاول. وكده طبعا من اخر علامات التقدم في السن. لو حابين تعرفوا معلومات اكتر عن الجلديه والتجميل والليزر اشتركوا في قناتنا على اليوتيوب او ابعتوا لنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا.